في هذا الحي الشعبي من مدينة باجة تسكن حكاية من إرث النظام الذي أسقطته الثورة التونسية. أنا النصر حكيري، مناضل نقابي وسياسي، وقع سجني في عهد النظام البورقيبة، ثم وقع سجني في عهد نظام بن علي. مقر محافظة الأمن في مدينة باجة، في زنزاناته وأروقته وقعت أكثر فصول القصة قسوة. هذه المنطقة اللي تم اعتقالي فيها وتذكرني فيها بآلام كبيرة، من تعليق معناها ما يسمى بالروتي، وضرب على الرؤوس، والتعليق هذا يدوم أكثر من 17 ساعة. كان لا بد من مفر، وتمكنت من الهروب من الشباك الخلفي متاع المنطقة. كنت أسكن في الغابة. استقبلته الغابات المحيطة بالمدينة الملقبة بزهرة الشمال واحتضنته، وفي واحد من كهوفها آوته. بعد الهروب من منطقة الشرطة بباجة التجأت إلى هذه المغارة، وكانت الإقامة فيها قد دامت 6 أشهر، ذقت فيها الأمرين. عز الملاذ، فكان بيت الله في رحابه الوسع حين ضاقت على الناصر الأرض بما رحبت. التجأت إلى هذه الصومعة في فصل الشتاء بعدما مكثت في الغابة وفي تلك المغارة أكثر من 6 أشهر، ومكثت في هذه الصومعة 4 أشهر، أي ما يناهز السنة كاملة وأنا بين الغابة وبين هذه الصومعة. سقط ما اعتبره دائما رمز المظلمة وتعبيرتها المكثفة، فأسرع إلى شركته في تفاصيل المعاناة، أمه التي غابت عن الدنيا ولم يكتب لها أن تشهد ماذا صنعت تصاريف الأقدار بتونس وبولدها. أمي الظالم هرب يا أم، اللي كان يروع فيك ويروع في ولدك يا أم هرب خرج من تونس، حب يخرجنا نحن يا أم، حب يدفننا ونحن حيين يا أم، هرب يا أم، اطماني يا أمي اطماني يا أمي. سي ناصر، إلى أين المسير الآن؟ ما عندي حتى خيار، كما بدأت سأواصل مع هذا الشعب الأبي. نراك بخير إذن. مشكور. التفاصيل التي سردها الناصر الحكيري عن الانتهاكات الفظيعة التي تعرض لها تذكرنا برواية عبد الرحمن منيف شرق المتوسط. الاختلاف الوحيد أن المجريات هنا وقعت في غرب المتوسط، في واحدة من مدن الجمهورية التونسية التي يقول أهلها إن ما خفي كان أعظم. نبيل الريحاني، الجزيرة، من مدينة باجة في شمال غرب تونس.